هنتكلم النهاردة عن السيرش. هنكمل بقية موضوعنا في السيرش، وهنكمل بقية موضوعنا ونرد على الاستفسارات في الاندكس، لكن انتظرونا بعد الفاصل. ورجعنا لكم تاني. كان في أسئلة بتتكلم على الاندكس وإيه فايدة الاندكس. ناس كانوا بيسألوا ولازم نعمل الاندكس ولا لأ، وإيه الخطوة دي لازم إحنا نعملها بإيدينا ولا لأ. الاستفسار ده إحنا محتاجين نرد عليه بس في عجالة قبل ما نبتدي. الاندكس هو بيتبني لوحده، لكن كان الريستريكشن الوحيدة بتاعتنا إن إحنا نسيب الجهاز شغال أطول فترة ممكنة، وده لو كان البي اس تي بتاعنا، الملف بتاع الاوتلوك، الرسائل الاوتلوك حجمها كبير. في الحاله دي احنا بنسيبه شغال لفتره ما عشان خاطر يقدر يبني الاندكس اللي بيساعدنا في البحث عن الرسائل جوه برنامج الاوتلوك. طيب ده بالنسبه للاندكس. طب لو حصل مشكله واحنا جينا دورنا في الرسائل بتاعتنا ولقينا ان ما بتوصلش بشكل جيد او ما بنلاقيش الرسائل بتاعتنا في الانبوكس بشكل جيد، في الحاله دي بنروح نبني الاندكس من اول وجديد. وقلنا المره اللي فاتت ازاي نقدر نبني الاندكس من اول وجديد، وده كان من خلال الكنترول بانل. لو حد فاكر معانا كنا بنروح جوه الكنترول بانل وبندور على طول على الاندكسنج، وبنروح للاندكسنج اوبشن وبنقف على المايكروسوفت اوتلوك وبنقول له في الادفانسد هنا احنا محتاجين ريبيلد الاندكس بتاعنا ونسيبه يبتدي يشوف شغله لحد لما بيخلص الاندكس اللي موجود عنده. طيب السيرش هنكمل بقيه موضوعنا في السيرش في عجاله وهنحاول ما نطولش الحلقه. احنا كنا اتكلمنا على ان السيرش ممكن اقول فروم وممكن اقول ادور في الكرنت والسب فولدرز والاول اوتلوك ايتمز، وكنا قلنا ايه الفروق اللي كانت حاصله، وقلنا ممكن ندور في السبجكت وممكن نقول هذا اتاتشمنت ولا لا الرساله اللي احنا عايزين ندور عليها، وقلنا هندور على الرسائل الانريد وساعتها اتكلمنا في ان از الانريد بتاعتنا از نو او از يس لو حد فاكر. وقلنا كده في اليس دي في البارامتر دي هيجيب لنا رسائل الانريد يس. النهارده عايزين نزود الموضوع شويه ونقول هل احنا ممكن ندور جوه الكاتيجورايز، بمعنى اقدر اقول له والنبي هات لي كده الكاتيجورايز بتاعته بلو، فيروح يدور على الرساله المتصنفه عندي بلو 1 او البلو ميل. طب انا محتاج الرساله هكلير this field واقول له لا هات لي الاورنج 1. هيجري على طول يجيب لي الحاجات اللي انا كنت عاملها كاتيجورايز از اورنج ايميل، الموضوعات اللي انا محتاج ان انا اصنفها تحت الاورنج ايميل. طيب هنا بقى يعني تيجي القصه بتاعت لو انا واقف هنا وعايز اصنف الميل بتاعي، الميل ده انا عايز اصنفه ان هو مثلا ريد كاتيجوري او يلو كاتيجوري. الاي ار بي ده هقول له ان هو صنفه لي، هو جالي خلاص في الانبوكس زي ما انتم شايفين صنفه لي از يلو كاتيجوري واقول له يس. طب اروح اقول له بقى هات لي كده وانا بعمل سيرش هات لي اليلو 1 حاجات اليلو. بصوا اهو الاي ار بي اللي احنا كنا عملناه خلاص جابه لي في اليلو. كده نقدر نصنف بالكالرز او بكاتيجوري الكالرز زي ما احنا عاوزين. السؤال بقى اللي بيطرح نفسه هو انا ممكن اصنف بالفلاجز، ممكن اصنف بالامبورتنت، ممكن اصنف بكذا بكذا. ممكن طبعا. طب الامبورتنت هقول له هات لي الامبورتنت وهيدور هيلاقي لي كل رسائل الامبورتنت. طيب هنا بقى هو ازاي الامبورتنت بتتعمل؟ هو انا ممكن ادور على رسائل الامبورتنت في الانبوكس، هو انا اللي بصنفها؟ لا، اللي بيبعت لي هو اللي بيصنف الامبورتنت. بمعنى ان انا لو رحت دلوقتي انا هشيل ده عشان بس نجرب الحته الصغيره دي، وهقول ان انا عايز
اكرييت نيو ايميل وهبعت على الميل الفلاني. هنا بقول له وانا ببعت انا عايز انبه الراجل ده ان انا هاي امبورتنس. بصوا ازاي انا اللي بصنف، اللي بيبعت انا as a sender، انا اللي بصنف. فلما هتروح له هناك هيقول انا عايز الرسائل اللي جايه لي مهمه، اللي الناس بعتوها لي وهم عارفين ان هي مهمه عشان اشوفها، او عايز الرسائل اللو امبورتنس عشان اللي هم مصنفينها. يبقى الرساله بتتصنف من السندر في البدايه، مش مني انا كمستلم. تمام يا جماعه، خلينا فاكرين الحته دي كويس. يبقى رساله انا بصنفها وانا ببعت، لكن لما باجي اصنف، لما باجي ادور جوه الانبوكس بقول له انا عايز الرسائل اللي جايه لي important. طيب نكمل بقيه الجزئيه الثانيه في ال advanced find. في advanced find بمنتهى البساطه، انا كنا اتكلمنا في شويه موضوعات المره اللي فاتت ان هي تكون هدور على كلمه معينه، والكلمه دي هتكون موجوده في السبجكت فيلد اونلي، ولا في السبجكت فيلد والبودي، يعني في نص الرساله، ولا في نص الرساله والبودي بتاعه نفسه. في نفس الوقت قلنا ممكن ندور في from، الرساله جايه لي مين. ممكن اصنف في to، الرساله انا كنت باعتها فين، بس ما اروحش اقف على الانبوكس واقول له هات لي السند تو. يعني ما حدش يروح يقف في الانبوكس ويقول له هات لي اللي في السند تو، لا طبعا غلط. فلو انا هدور في السند تو يبقى انا هقف في السند، لو انا هدور جوه الانبوكس يبقى انا هدور في الفروم، هقول له هات لي الرسائل اللي هي بدايتها الادرس دوت وبليز فايند. هيروح يدور ويشوف هل في حاجات لقى فعلا الراجل الرسائل جت بالكيفيه دي. تمام. طيب هنا بقى بقول له where I am. لما انا اكون ايه بقى؟ لما انا اكون the only person on the two line، اسمي او الميل بتاعي موجود في التو لاين، ولا on the two line with other، انا كمان في التو لاين ومعايا ناس تانية بتفرق معانا في الكلام ده، ولا انا كنت موجود في السي سي لاين جوه السي سي لاين. يبقى هنا بقى خلي بالك انت موجود لوحدك في التو، ولا موجود معاك ناس في التو، ولا في السي سي لاين. ده بالنسبه لنا مهم قوي. هنا بقى في التايم دوت انا هستلم، يبقى انا هريسيف لما اكون واقف في الانبوكس. انا استلمت لما اكون واقف في الانبوكس اني تايم، ولا في يسترداي، ولا هات لي رسائل بتاعت النهارده. طيب نيجي حاجه تاني، نقول له وانا واقف في السند اني تايم ولا كذا ولا كذا، بس الكلام ده لازم اكون واقف فين؟ في السند. محدش يروح يقف في الانبوكس واقول انا بدور الرساله اتبعتت امتى، لازم تكون واقف في السند بوكس. ودي عشان نعملها بقول له من هنا براوز واشيل السلكت بوكس دي واقول له سند واقول له اوكي. هنا بقى ابتدي ادور زي ما انا عايز، اقول له دور لي في السند ايتم لما يكون الوقت بتاعي مثلا اللاست ويك، هات لي الرساله بتاعتي في اللاست ويك لما كنت باعتها في طالما سند طبعا خلاص يبقى انا اشيل ده واقول له لما كنت باعت لي فلان الفلاني @بلا بلا بلا دوت كذا. تمام. يبقى احنا وصفنا ده مع ده مع ده. حط دور لي في السند ايتم لما انا كنت عملت سند تو في وقت السند كان yesterday، دور لي امبارح. تمام. طبعا عندنا حاجات كتير تقدروا تقولوا له، ودي احنا كنا اتكلمنا فيها في الجزئيات اللي فوق. only time الريد والانريد، only time with one، انا كنت في الاتاتش ولا لا، وهكذا. في الادفانس برضه كنا اتكلمنا فيها في الفيلدز، هتدور لي في الديت اند تايم، هتدور لي في الادرس فيلد، هتدور لي في التاسكس. ما احنا قلنا السيرش معني بكل الحاجات اللي موجوده جوه الاوتلوك، مش الايميلز فقط، معني بالتاسكس، معني بالابوينتمنت، معني كمان اللي احنا كنا اتكلمنا عنه زمان اللي هو كان الاخبار النيوز ليتر. يبقى هو مش معني فقط بالايميل اللي جايالي واللي طالعه من عندي. مش هطول اكتر عليكم اكتر من كده، ودي كانت حلقتنا النهارده، ومنتظر استفساراتكم، ودمتم في امان الله.